يا ناس، وحشتيني الحمارة دي، وحشتني خالص. كانت في حضن 2 رجالة بالبيكيني، وخلت اللي ما يشتري يتفرج عليها، ونشرت الفيديو بتاعها بالغلط، لكن ما لحقتش تمسحه. أسماء شريف منير في ورطة، وكل ده عشان عايزة تغيظ طليقها. تعالوا نقول لكم ايه الحكاية. معروف ان أسماء شريف منير مادة خام لإثارة الجدل، ملهاش كبير وبتعمل كل اللي على هواها، من اول اللبس الجريء والتصريحات النارية لحد الغلط في الناس. ويمكن من اشهر الحاجات اللي خلت الناس تعرفها هو غلطها في الشيخ الشعراوي بعد ما قالت عنه انه ارهابي وما بيفهمش حاجة. لكن المرة دي الحكاية مختلفة تماما. أسماء اتنشر ليها فيديو من حمام السباحة قدام برج خليفة، وهي لابسة البيكيني، وكانت في حضن 2 رجالة، الاتنين مش معروفين هما مين، وفضلت تهزر وتضحك معاهم ومش هاممها حد. والفيديو نزل بالظبط لمدة ساعة على السوشيال ميديا، بس أول لما اتصدرت الترند الفيديو اتمسح على طول. وهنا الجمهور اتقسم نصين. النص الأول قالوا إنها كانت قاصدة تنشره عشان تغيظ طليقها محمود حجازي اللي طلقها بسبب تصرفاتها اللي مش مظبوطة، مع إنه حاول يغير منها كتير، وبالذات يعني من طريقة لبسها، لكن الموضوع ما جاش بفايدة، فقرر إنه يطلقها. ده حتى أبو بنتها طلقها برضه لنفس السبب، ومحدش قدر يستحمل تصرفاتها. ولما لقت الانتقادات عليها من كل حتة قررت إنها تحترم نفسها وتحترم جمهورها، وطلعت وقالت أنا مش هعمل كده تاني، وعمري ما هلبس أي لبس ضيق. لكن مفيش أيام ورجعت ريما لعادتها القديمة. النص التاني بقى من الجمهور شايف إنها بتعمل كل حاجة عن قصد، خاصة بعد ما حاولت تدخل طريق الإعلام وفشلت، وطريق التمثيل وبرضه فشلت. ما تعرفتش غير لما عملت برنامج مع أبوها شريف منير تقول فيه آرائها وتشاركه يعني تقديم البرامج، لكن البرنامج بقى نفسه ما نجحش من الأساس. مع العلم إنها كمان أي حد بيوجه لها أي انتقاد أو كلام سلبي على تصرفاتها أو لبسها بتقوله إن دي حرية شخصية، وتبدأ تهاجم وساعات كمان ترفع قواضي على الناس. عشان كده في فئة كبيرة شايفينها عايزة تتشهر مش أكتر، وبتحاول بأي شكل تعمل ده حتى لو على حساب سمعتها. عشان كده اتطلقت بدل المرة مرتين. دلوقتي جه دوركم تشاركونا الرأي. شايفين أسماء بتعمل كده عشان تتشهر فعلا واسمها يبقى ترند، ولا الفيديو اتسرب واتنشر بالغلط؟ طب ايه تعليقكم أصلا على ظهورها بالبيكيني في حضن 2 رجالة؟ شاركونا الرأي.